يا صباح الورد والفل والياسمين والهنا والعسل. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدا كده الفيديو بالصلاه على النبي علشان خاطر يومنا يكون فيه بركه. اول حاجه كده بقى النهارده المعمعه بقى بتاعه الصيفي والشتوي. نطلع بقى الصيفي ونعين الشتوي، خلاص الجو بدا يحرر وما عادش فيها رجعه، واحنا متعودين كل سنه بنصيف بعد شم النسيم. كل سنه وانتم طيبين. المهم النهارده بقى قلت هشيل المرتبه واشيل الكراتين والحاجات اللي تحتها واطلع الصيفي. وكمان كنت عايزه ادور على عندي ضمان. المروحه بتاعتي كانت بايظه والضمان ضايع مش لاقياه، فعماله بدور عليه قلب الدنيا عليه في الشقه كلها. ان شاء الله يا رب الاقيه بامر الله هنا بقى في الاكياس. المهم طبعا عايزه اقول لكم الدنيا عندي كانت بقى ايه، مليانه هدوم، وزين كمان تعبان النهارده حبايبي. فاتمنى من كل قلبي تدعوا له دعوه حلوه كده ان ربنا يشفيه ويعافيه ويحافظ عليه، لان انا المفروض كنت هروح اطعمه تطعيم السنه ونص، ولكن للاسف ما روحتش وهاخر شويه نفسي لحد ما هو يخف. اول حاجه هنا يا جماعه انا بقلب بقى الشنط، عشان طبعا انتوا عارفين ورقه الضمان صغيره مش كبيره، فعايزه الاقيها. وطبعا هشوف بقى اللبس اللي صغر على الولاد هحطه في جنب هفرز اللبس كله. يعني الموضوع ده هياخد معايا شويه وقت، يعني ممكن يقعد معايا النهارده طول اليوم افضل في الموضوع ده، ان ما كانش بقى ايه يعني زين يغلبني وكده، بس ان شاء الله ربنا يهدي زين واعرف اخلص كل اللي انا عاوزاه. المهم بطلع اللبس اللي انا بقى هفرزه في الجنب كده، بطلعه تحت السرير، واللبس الصيفي برضو بطلعه تحت السرير، وببدا ارص كل حاجه في شنطه لوحدها كده عشان اسهل على نفسي الموضوع. يعني انا حابه ان انا اعمل حاجه واحده واحده، وفي عندي شنط وحاجات كانت مقطوعه وكده، فبرضه هحطها في جنب، واللي مش بلبسه خالص هحطه في جنب وهطلعه لاي حد يكون محتاجه ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو انت اول مره تشوفيني اتمنى منك تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد بتاعنا ان شاء الله، وكمان يوصلك مني كل اشعار بالفيديو او لايف بنعمله. بصوا هنا بقى دي كتب تبع جوزي، بس هو محتفظ بيها مش عارفه ليه، بس انا هسيبها له. وكان في حاجات كده في الشنطه برضو بدور على الاوراق عشان خاطر ممكن ايه الاقي بتاعه الضمان دي، لانها صغنونه في اي جنب كده. انا باخد الاكياس اللي تحت السرير او الشنط شنطه شنطه عشان ما كربست الدنيا على نفسي. المهم انا خلصت خلصت الدنيا ورصيت تحت السرير. وطبعا زين كان بيعيط عياط هستيري، فما كنتش عارفه اصور معاكم لانه زي ما قلت لكم تعبان، هو قاعد كده قدامكم بالمسكن. فرشت له بقى المرتبه وحطيت له الملايه عليها عشان خاطر يقعد كده جنبي وانا برص الهدوم، وجبت له عصير يشربه وقعدته بقى يا جماعه تمام. عايزه اقول لكم ان احنا كده خلصنا الجزء الصعب. التاني بقى ان احنا طبقنا الهدوم الصيفي، وعايزه اقول لكم الهدوم الشتوي كانت متقله قوي يا جماعه بجد. الدولاب خف كده وبقى لطيف وجميل بجد بجد يا جماعه. اللبس الشتوي كان مكربس لي الدنيا، ما صدقت خلصت منه. الدولاب بقى جميل كده وكل حاجه مترتبه، رصيت كل حاجه طبعا ده مع زن بقى ايه من زين حواليا، بس الحمد لله رصيت. المفرش ده اخواتي ولادي اللي قطعوه بيقعدوا يشعلقوا فيه ويشيلوه كده، فان شاء الله هبقى اجيب واحد تاني. هنا بقى بعطر الدولاب باي صابونه عندك. انا بحب الصابون ده قوي اسمه ريفايلو يا جماعه، ريحته حلوه جدا، بيدي ريحه للهدوم كده مميزه وجميل. بحط منه طبعا النفتالين نبعد عنه لانه يا جماعه بيعمل ريحه مش حلوه. هو احسن حاجه الصابون اللي بريحه ده، بيدي ريحه حلوه قوي قوي. وفي مكعبات مسك، بس لما جبتها وحطيتها جوزي ما حبش الريحه بتاعتها خالص، قال لي لا الصابون احسن. كده خلصنا بقى اوضه النوم. طبعا السجاد يا جماعه شيلته، كنست المكان بالمكنسه ونضفته، وشلت السجاد هغسله معاكم في فيديو تاني ان شاء الله. تعالوا بقى نعمل مع بعضنا كده وصفه حلوه جدا للدهون. دي اول مره هجربه معاكم، وكمان هنضف بيه الحيطه معاكم، يعني هنجربه في جزء كده من الحيطه ونشوف هو جامد جموده ولا لا. اول حاجه هنا كده هو سعره 29 جنيه، اسمه برو ماكس ماشي. جبت العلبه ب 29 جنيه. هي عباره عن عجينه كده تاخديها وبتضيفي عليها ميه، هي لونها ابيض يا جماعه، ملهاش ريحه، يعني ما فيش ليها اي ريحه خالص. المهم هنا بقى هفضيه في العلبه البلاستيك بتاعتي دي او البوله البلاستيك، وهبدا ان انا اعمله. انا طبعا هجربه معاكم كمان دلوقتي على بعض الحاجات في البيت، وان شاء الله لو عجبني هعمل بيه المطبخ كله، عشان في دهون كده عندي في السيراميك فوق خالص، هقف بقى على السلم وهعملها ان شاء الله. بخفه بالميه، بحط عليه يا جماعه 3 لتر من الميه. لو عايزاه تقيل بحط 2.5 لتر من الميه، لو عايزاه خفيف بحط 3 لتر. وهو مش خفيف يعني، هو قوامه هيكون متوسط، هو شفاف ملوش ريحه. لما تيجي بقى تستخدميه تلبسي كده جوانتي في ايديكي كده عشان ايدك ما تتحسسي، وابداي ان انت ادعكي بيه اي مكان. عايزه اقول لكم هو تقيل لازق كده وتقيل شويه. طبعا أنا لسه هزود شويه ميه لغايه لما اوصل ل3 لتر. بصوا مفيش اي ريحه، مفيش اي لون، هو شفاف كده.
فانا هجرب كده الدنيا بقى كده وهقول لكم رايي ايه. دلوقتي هعمله معاكم. هعينه بقى عندي علبه باور فاضيه، هفضي فيها شويه، وهعينه عندي في ازازه كده بلاستيك وهسيبه هبقى استخدمه. بصوا هنا عندي جنب الشفاط متوسخ. بصوا يا جماعه في ثانيه انا بدعك دعكه كده واحده بيطلع كل حاجه. عايزه اقول لكم لا حلو بجد. هنا برضو السيراميك فيه يا جماعه دهون صغيره كده. بصوا بدعك بتطلع في ثانيه من غير بقى اي مجهود، ما بدعكش جامد، لا هي بس لمستين كده بتطلع كل حاجه. هفرجكم بعد ما اخلص كده هيبقى المنظر عامل ازاي. لا بجد يا جماعه حلو ما شاء الله عجبني. انا هنزل اشتري كيسه كمان منه واخليها عندي او كيستين، عشان ساعات برجع اسال على حاجه بلاقيها خلصت. ما شاء الله لا بصوا المنظر، لا فرق شاسع ما شاء الله. خلالي الحيطه بتبرق، وكمان الالموتيل نضفولي جدا، جميل جدا. ان شاء الله هكمل بيه بقيه الحاجات، والشفاط هنزله برده ابقى انضفه بيه بس بكره بقى عشان نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى كان جاي لنا زياره فاكهه كتير ما شاء الله. تعالوا بقى نعملهم مع بعض. جاي لنا ايه فراوله، جاي لنا برتقان وجوافه، هفرجكم عليهم بقى من قريب ونشوف هنعين كل حاجه ونحفظها ازاي. بصوا طبعا اهم حاجه الفراوله لان الجو حر هتبوظ. الموز والجوافه والاستفندي، ده استفندي مش برتقان، بس هو قشرته كده يا جماعه عامله زي البرتقان. المهم هوزن الفراوله علشان خاطر اقدر ان انا احط السكر لما اجي اعمل مربى. انا هعمل مربى ليه بقى؟ علشان خاطر ما تبص المربى بتاعت الفراوله حلوه واحنا بنحبها هنا، وعايزه اقول لكم جميله جدا. هغسل طلعوا 3 كيلو وشويه. فانا بقى هغسل المربى بتاعتي او الفراوله بتاعتي كويس عشان اجهز المربى. بغسلها حلو قوي، بشيل الاخضر منها وفي حله على النار بحطها. وبعد كده يا جماعه بضيف سكر. هحط بالظبط 3 كوبايات من السكر. بصوا 3 كوبايات من السكر على 2 كيلو. طيب ال3 كيلو هياخدوا كام؟ هحط لهم 4 ونص. تمام. يبقى لو انت هتعملي 2 كيلو فراوله هتحطي ايه؟ هتحطي 3 كوبايات من السكر. ده المعيار المظبوط ليها وكده هيطلع حلو قوي معاكي. هنا بقى بعد كده بعد ما بتبدا تستوي معايا الفراوله كده واحس ان هي طريت، بحط عليها عصره ليمونه. او ممكن تجيبي ملح ليمون تحطي معلقه صغيره، بس ملح الليمون مش حلو، فاحنا عايزين الحاجه طبيعي. هحط عصره من الليمون. بصوا ما شاء الله طلعت تحفه. خدت معايا سوا ساعه. هديت النار كده وسبتها لغايه لما تقلت معايا، وبعد كده ضربتها في الكبه او في الخلاط. بيطلع معاكي اطعم والذ يا جماعه مربى فراوله. لو انت جيتي بقى تشتري البرطمان ده هتشتري برقم كبير يعني. المربى والحاجات دي غليت تحت، فاحنا عملناها طبيعيه بيور، ما خدتش وقت معانا، وكمان نضيفه جدا وصحيه. بجد جربوها هتعجبكم، تقولها حلو. هتسيبيها في التلاجة كمان هتلاقيها تقلت اكتر. يعني بجد حلوه تحفه. بصوا بقى انا بعرف انها استوت منين. لما باجي امشي بايدي كده اعمل كده علامه بصباعي، بلاقي ان هي ايه بتاخد وقت شويه عما يلموا على بعض الجنبين. تعالوا بقى نحضر الغدا كده سريعا. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض لحمه. شوحت اللحمه يا جماعه الاول بحته سمنه، وبعد كده حطيت عليها البصل مكعبات وجزر مكعبات، وهبدا ان اسيبها لغايه لما تستوي. هعمل معاها بقى قلقاس. هنا كنت محضره الكزبره والثوم، والقلقاس كنت سلقاه بديله سلقه كده لحد ما يستوي معايا. اللحمه كده خلاص استوت. انا بحب اعمل القلقاس مش بالسلق بقى ولا بالصلصه، بحب اعمله بالكزبره والثوم. بيطلع ريحته بقى ما اقولكمش. اللي بيعملوا كده زي عرفني في التعليقات. اللحمه ما شاء الله طالعه جميله واستوت. اللحمه دي يا جماعه انا بجيبها من عربيات الجيش، وفي برضو واحد تحت البيت بيبيعها فبجيب من عنده. ده عملت شويه بالصلصه وشويه ايه شويه بالكزبره. ليه بقى بالصلصه؟ ابو سيف قال لي انا عاوز اكله بالصلصه، قلت له حاضر. انا بحبه بقى بالكزبره، ماليش في الصلصه خالص دي. خلصنا الاكل هغرفه بقى كده حبايبي، وبجد القلقاس طعمه وريحته تجنن. اللي هو بالكزبره. اما بالصلصه اول مره هدوقه معاكم. بصوا دي الشوربه ودي اللحمه بتاعتنا استوت وبقت حلوه. هي مكعبات كده. الطبق يا جماعه بجيبه بكام؟ بجيبه ب100 جنيه. ده من اللي قدامنا. في بقى محل تاني او عربيه تانية منفذ بيع يعني بشتريه منها ب110، بس القطعه بتكون اكبر شويه. كده خلاص خلصنا الغدا بتاعنا، وبجد يا جماعه تحفه. طبعا بقى هيسكتوا بعد الغدا، لا يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما طول اليوم. ايوه يا اخواتي، ايوه يا حبايبي، ماما اعملي لنا بقى ايه كيكه. قلت لهم حاضر. دي كيكه البرتقال بعصير البرتقال. بصوا يا حبايبي 3 كوبايات من 3 كوبايات الا ربع من الدقيق بالظبط، وكوبايه عصير برتقال، وطبعا فانيليا، و3 بيضات، ومعلقتين بيكنج باودر. وهتاخدي بقى احلى كيكه. وهتحطي العصير برتقال. طب ممكن تستبدلي عصير البرتقال باللبن، ممكن خالص براحتك. تاخد في الفرن يا جماعه ربع ساعه او ربع ساعه وشويه كده، يعني تلت ساعه بالظبط وبتكون خلصانه معاكم. بصوا هنا عايزه اقول لكم هشه وجميله. ما تنسوش تحطوا في الاخر خالص كده وانتوا بتعملوا بعد البيكنج باودر، حطوا معلقه خل هتطلع لكم الكيكه من جوه كده فاتحه وهشه قوي. ما شاء الله يا جماعه ريحتها تجنن.
ولونها جميل جدا، ده بسبب عصير البرتقال. كان عندي برتقال فقلت خلاص لازم اعمل لهم بقى كيكه البرتقال، هم بيحبوها. عايزه اقول لكم بقى الله عليها بقى كيكه البرتقال مع الشاي بلبن، بتبقى احلى تحليه كده بعد الغدا. طبعا هم طول اليوم كده ماما عاملين حاجه حلوه، فكل يوم بقى تلاقيني اعمل لهم كنافه، لا كيكه، مش عارف جيلي. هم الولاد كده عاوزين كده طول اليوم. فبصراحه الكيكه بتبقى حلوه ومغذيه عشان باللبن او بالبرتقال، فبتبقى مغذيه ليهم وحلوه. ما شاء الله عليها، هشه جدا جدا يا جماعه وخطيره. انا بحبها قوي زي ما قلت لكم بالشاي بلبن، بس في الاغلب بشربها مع الشاي، وساعات اعمل نسكافيه كده واديها بقى ايه واسقسق فيها كده. حتى ابني زين اتعلم يسقسق الكيكه في الشاي، يحطها كده ويسقسق كده مع الشاي وياكل. بيحبها موت، بتعجبه موت موت موت. يلا حبايبي احنا كده خلصنا، هنعمل بقى كوبايتين الشاي بلبن ونروح ناكل احلى كيكه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم اخواتي الغاليين، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير كتير كتير. ما تنسوش تحطوا لايك، وكمان تعملوا اشتراك عندي في القناه. بحبكم جدا في الله، اجمل اخواتي اجمل ناس في الكون. ربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمه ويخليكم ويبارك فيكم وفي عمركم. نروح بقى احنا ناكل الكيكه الحلوه دي، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي. مع السلامه، باي باي.